السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكم أصدقائي ومتابعيني الكرام، يا رب تكونوا جميعا بألف خير. في الحقيقة النهاردة أنا جايب لكم خبر يعني حصري، وأخبار كلها حصرية وهامة جدا جدا. مين يا ترى هو مهاجم النادي الأهلي المتوقع؟ أنا هقول لكم المعلومات اللي هي الحصرية والأكيدة اللي عندي، ويا رب إن انتوا يعني تستفادوا منها. يا رب يا جماعة يكون الحلقات بتاعتي بتمثل لكم إضافة، وما تنسوش الاشتراك في القناة ولايك لدعم الفيديو. الأخبار دي من داخل النادي الأهلي ومن أروقة النادي الأهلي، وأكيد انتوا هتسمعوها بعد كده في كل البرامج الرياضية. وما تدوروش وراها، يعني ما تحاولش اللي انت تشوف اي اخبار تانية وتصدقها الحقيقة، لان دي من مصادرها الحقيقية زي ما انا نوهت لحضراتكم. الجميع دلوقتي بيتساءل يا ترى مين هيبقى مهاجم النادي الاهلي. انا حابب ان انا اسرد لكم الموضوع سريعا كده. الاهلي يا جماعة كان بيفكر بالترتيب ومنظم جدا في موضوع المهاجم اللي طالبه مستر كولر. مبدئيا كده مستر كولر هو المخطط والمنفذ، وهو اللي بيدي الموافقة النهائية على المهاجم وعلى اي صفقات للنادي الاهلي. لو هنتكلم يا جماعة بالترتيب كده، كان النادي الاهلي الخيار الاولاني ليه موليكا اللي هو لاعب انطونيا سبورت التركي. الخيار الثاني ليه كان سوزا. المفاجأة بقى الجديدة، الخيار الثالث ليه حاليا هو حمزة هانوري لاعب الفتح المغربي. وفي خيار رابع كمان الاهلي متكتم عليه بشدة، هو مهاجم افريقي ايضا في الدوري المغربي. الخيار الثالث بالنسبة لحمزة هانوري، الاهلي استطلع رأي رضا سليم، لان الاهلي طبعا يعني مقدر موهبة رضا سليم وبالنسبة له صفقة كبرى، ويهمه طبعا ان اللاعب اللي يجي يبقى فيه انسجام وتفاهم ما بينه وما بين رضا سليم. رضا سليم بالفعل رشح حمزة هنوري وقال عليه لاعب جيد جدا، وان هيبقى فيه انسجام في خط الهجوم بالكامل لو حمزة هنوري جه. وهو رشح لهم برضو المهاجم في الدوري المغربي، المهاجم الافريقي اللي هو الاهلي متكتم عليه حاليا بصورة رهيبة جدا، خوفا من افساد الصفقات زي ما ده حصل في صفقة سوزا. دي يا جماعة المعلومات سريعا اللي هي كانت عندي. انا مش حابب ان انا اطول عليكم، انا بحاول والله ان انا يعني ابسط لكم المعلومات واجيبها لكم بصورة مبسطة وصورة سريعة، سواء في الشورت اللي هو على اليوتيوب اللي بيظهر لكم، او في مقاطع زي ريلز او اي مقاطع تانية، يعني يبقى في صورة جديدة لليوتيوب. مش شرط ان يبقى الفيديو 15 دقيقة او 30 دقيقة. وانا تحت امركم في اي ملاحظات لو انتوا تكرمتوا وبعتوها لي. كل ما هو جديد وحصري في برنامجكم الكرة مع حس. تحياتي لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.